أستاذ ماجد العبيدي، فنان تشكيلي، ممكن تحدثنا عن الفن التشكيلي وعن أبرز أعمالك الفنية؟ أهلا وسهلا. اليوم احنا مشتركين في البيت الفني التركي العربي ضمن فعالية معمار الجوامع، فكان اشتراكي بلوحة تعبر عن التراث أو تعبر عن التقاليد الموجودة في تركيا وهي المولوية. فكان ضمن هذا الجو الصوفي وجو انه ضمن الجوامع، وبنفس الوقت انه قدرنا انه نلتقي مع عدة فنانين من غير بلدان، وفعلا صار تبادل افكار وتبادل معرفة. وبحد ذاته هذا المعرض اعتبره قفزة نوعية لالتقاء الفنانين على بهيج معارض، لأن تعتبر هاي التواصل أو أنه قدرة التواصل مع الفنانين من خلال إبراز أعمالهم في هذا المعرض. واعتبر هذا من المعارض الجيدة، ونعتبره أنه قدر أنه يوصل رسالة للعالم أنه أكو فن عربي ضمن تركيا وضمن الفنانين. شكرا لك. ما هي نقطة القوة في اللوحة أو إيصال الرسالة من اللوحة؟ احنا النقطة، أي لوحة فيها نقطة قوية نقدر نقول من خلال اللون والموضوع. الموضوع واللون اللي هو يحدد، فبعض مرات المتلقي إذا أخذها بهاي النظرة وكفن من نظرة تكنيك فني تعتبر هنا القوة. فأعتبر أنه كل لوحة لها قوتها وإلها بصمتها، وبنفس الوقت لها طابعها اللي يمتلك ضمن تجسيد الفنان وضمن المتلقي. واعتبرها هاي جولة يعني تعتبر أنه بين الفنان والمتلقي. ما نصيحتك للي بده يدخل مجال الفن التشكيلي؟ والله أنا هون سؤال كتير يعني حلو، أنه يكون الفنان دائما صبور. والشغلة الثانية يطلع على الأعمال الباقية من الفنانين، ولا يريد بسرعة يصعد السلم، بحيث أنه نقول بايا أو نقول ستيب باي ستيب، يعني خطوة خطوة. ليش؟ لأن الفن ما بيجي رأسا، لا، يجي من تراكم، من خبرة، من معرفة تكنيك الألوان، من المواضيع. فأي حدا بده يدخل هذا بده يكون صبور، بده يكون مبدع، بده يكون يقدم عمل هو يؤمن فيه. فأنا هاي أعتبرها أهم النقاط اللي أنه أو التوصيات لأي حدا أو لأي واحد يقدر يفوت مجال الفن، لأن هذا مجال الفن عالم حلو، عالم رومانسي، وبنفس الوقت عالم الجمال. فأنا أعتبر هذا من الصفات أو يعني المصافي التقييم الجمال. أستاذ فنان تشكيلي ماجد العبيد، شكرا لك. أنا مشكركم كثير على هذا اللقاء، وربي يسعدكم.